وبيبدأ فيلم الشيطانة بالفنانة وهي بتغني. ايه وديت ايه مشيبني. ده اكيد تقيل على الودن، اعوذ بالله. طب احنا مبدئيا كده عرفنا مين الشيطانة. انا شخصيا اعتقد ان الفيديو ده هو سبب موت سعاد حسني. الحمد لله بيخبط الباب وبيلحقنا بتاع الدليفري قبل ما يحصل نزيف في الاذن الداخلية وبتاخد منه الطلبات. حساب حضرتك 105. حساب الطلبات حضرتك اللي طلبتها من السوبر ماركت. يعني انتوا متأخرين وكمان عايز حساب؟ ده انت باجح قوي يا اخي، يعني متاخر وعايز فلوس. اقفلي يا فنانه اقفلي. بنروح لسعيد جوزها وعماد اخوه وهم قاعدين والفنانه بتتجسس عليهم. هي تقريبا بتعمل كل اعمال الشيطان، يعني اكل حقوق الناس، تجسس، فاضل لها تشرب خمور بقى وتقتل لها حد ويبقى قفلت التارجت. خير، قلت لي انك عايزني في موضوع مهم. عماد بيقول له انت اخونا الكبير واختك هتتجوز اخر الشهر. هتتجوز وحد ماسكها؟ يا سلام، كنا مستنيينك توافق والله. طيب مش لازم تساعد معانا شويه؟ انا قلت الموضوع فيه فلوس. سمح اول ما بتسمع سيره الفلوس بتنادي عليه وبتقول له انا عايزاك حالا بلا فالا، وبتوصل له رساله مهمه جدا لدرجه اني زهقت. فلوسنا يا حبيبي احنا ولادنا اولى بيها. الفلوس مفيش، الفلوس دي عيالنا اولى بيها. الفلوس مفيش. من الواضح كده ان سعيد هلهوله وملوش اي لازمه، واخوه بيسمع طبعا لانه تقريبا قاعد معاهم. بيخرج له سعيد وبيقول له انت محتاج كام يعني؟ فعماد بيقول له اللي تقدر عليه، اللي معاك وخلاص يا سيدي. سعيد بيتحمق وبيقول له طب ما انا كنت جايب لها عريس قبل كده وكان عايزها بشنطه هدومها بس، انتوا بقى اللي ما وافقتوش، وكل ده ليه يعني؟ ده اكبر منها ب25 سنه. مش حاجه والله، ده يعني يا دوبك اختهم توصلوا التربه. عماد بيتنرفز وبيقول له انت عايز تبيع اختك؟ يا اخي اتقي الله يا اخي. حرام عليك يا اخي. ولا هو عشان جاي يعني من طرف سماح؟ مش عارف بيقولها كده كأنه بيقول له على ديلر مثلا او سر حربي. ما تقول سماح على طول، ولا انت مقروف من الاسم ولا ايه حكايتك؟ عماد بيلاقي مفيش فايده فبيستخدم اخر كارت معاه وبيقول له ده ابوك موصيك عليها. ده ابوك الله يرحمه موصيك عليها. ولكن بيتضح ان سعيد بيعاني من الخنزره وما بيفرقش معاه. عماد بيزق طبعا فبيقول له بقول لك ايه، انا اديت العريس ميعاد وجاي على هنا وتصرف انت معاه بقى. يعني هو جاي دلوقتي على هنا؟ سبحان الله، كان واقف على الباب تقريبا مستنيهم يخلصوا الجمله. بتروح الشيطان قصدي سماح تفتح له وبيخش يقعد مع عماد وسعيد، وما تفهمش بقى يعني ما عندهمش كراسي ولا هو اللوكيشن كنبه واحده، تحسهم زنقينه كده في النص وهياكلوه علقه بعد المشهد. عماد بيقول له بص يا ابراهيم، ده سعيد اخونا الكبير اتكلم معاه حاجه كده اللي هو بنملى المشهد. فابراهيم بيتعصب جدا. وانا كل ما اتكلم معاكم تدوني معايا بتخلفوا بيه؟ هو انتوا شايفيني مش قد المقام؟ انا جاهز من مجموعه يا خالنا وعايز اخش، انا عايز اتجوز. ابراهيم غالبا مش فارق له العروسه، هو مهمته في الحياه ان هو يتجوز. كلمتين كمان وهيقوم يتجوز واحد منهم هما الاثنين. وبعدين الراجل بيقول لك كلم سعيد، يعني ما قالكش مش هنجوزك ولا حاجه. مش اخويا الصغير عماد اللي بيقول لك الكلام مع سعيد الكبير؟ باختصار كده من باب وتلت. انت اتفاقك في الاول يا ابني ما كانش معايا، كان معاه هو الكلام بيتعاد وخلاص يا اخوانا، ولا انا اللي بيتهيألي؟ لو عايز بنتنا يا ابن الحلال خدها كده زي ما هي. هو ايه الافكت ده؟ ليه في صدمه؟ يعني متوقعين ايه من سعيد سواء انا او انت او المشاهدين حتى؟ سعيد بيكمل في الخنزره وبيقول له سيبك من عماد اخويا وكل اللي قاله لك والكلام الحموصي بتاع نساعد بعض ده. باختصار كده كان في عريس قبلك عايزها بشنطه هدومها، لو قادر تشيلها على كده شيل. معلش بس سؤال جانبي، يا اختك كام كيلو عم سعيد؟ هو داخل بطوله رفع اثقال، ايه شيلها دي؟ يا جدع عيب الكلام ده يا جدع، عيب ما تقولش كده لاختك يا جدع. ايه اللي انت بتقوله ده؟ قول له يا عم عماد، قول له شكلها هبت منه على الاخر. اختك دي مش تبعك، اختك دي مش تبعك. لا ده توكيد لفظي بس عشان ممكن المشاهد الغبي يفتكر ان اخته مش تبعه مثلا. عماد طبعا مش عارف يعمل ايه فبيرجع تاني يستخدم وصيه ابوه ضد سعيد. دلوقتي بتقول ابوك كان موصيني، ابوك كان موصي بس ابوك ما سابش فلوس. ده لو موصي على طلب كبده يا اخوانا مش هنسمع الكلام اللي انتوا بتقولوه ده. ايه كميه العبث والخنزره دي؟ عماد بيقول له خلاص انا هتصرف عشان انت اخونا الكبير اللي كلمته دايما صح، وبيتكله على صح كده اللي هو بيهزقه يعني. والسؤال هنا بقى هو ابراهيم بيعمل ايه؟ يعني ده يتكلم يبص له وده يتكلم يبص له، تقريبا كده جايبينه يشهد على كلامهم بس، او هو كان عنده رساله وصلها في اول الفيديو وان هو جاي عايز يخش. انا جاهز من مجموعه يا خالنا وعايز اخش. انا ما بسمعش كلام حد، انا الكلمه كلمتي هنا في البيت. هي كلمتك وكلمتها يا كبير. اديله يا عمده، اديله شريطها ده اللي سايب اخته وماشي ورا مراته. بعدها بقى بيخلص الفيلم. What the fuck؟
والله العظيم خلص. يلا ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب والحاجات دي يعني حاول تبتعد عنها قدر الامكان عشان انا خلاص بضيع منكم. سلام عليكم.